السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابدأ كلام صلاتي على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا وبسيطة. هنعمل مع بعض بإذن الله طريقة عمل الأرز بالبيض بالصلصة. أكيد كلكم معظمكم عارفينه، في ناس برضو يعني أكيد ناس قليلة مش عارفينه، فهنعمله مع بعض بإذن الله وهتشوفوا طريقته معايا. وبرضو هنعمل برضو حاجة حلوة كده زي ما انتم شايفين معايا. هنعمل رز بلبن برضو، حاجة حلوة كده نفرح بيها الأولاد. فيلا بينا نشوف مكوناتنا ايه ونشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة. طبعا انا حابه اشكر كل اخواتي وحبايبي طبعا اللي سالوا عليا في غيابي. حابه اشكركم جدا من كل قلبي، احلى اخوات في الدنيا، ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. حبيت بس ابدا كده المقدمه معاكم كده واشكركم جزيلا جزيلا جزيلا، وان شاء الله نرجع بقوه باذن الله مع بعض. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه الوصفه بتاعتنا. دلوقتي دخلت معايا حله كده على النار، هنزل فيها بشويه زيت ومعلقتين من الزبده، مكعبين زبده او كده او 3 زي ما انتم شايفين يعني كده. هسيبهم يسيحوا بقى، وبعد كده معايا بقى كده كام بصلايه بقى كبار كده. الرز اللي هو بالبصل يا جماعه اللي بالبيت ده بيحب البصل كتير، يعني 4 بصلات كبار كده دول قطعتهم مكعبات صغيره كده. وهشوح فيهم كده لحد ما يصفروا معايا. وبعد كده بعد ما يصفروا كده نرجع نضيف لهم الطماطم. تمام كده خلاص. انا قلبت البصله كده زي ما انتم شايفين معايا، خلاص احمرت خدت لون كده ذهبي اهي بالشكل ده، جميله جدا. هنزل معايا عصير الطماطم كده، هنزل بيه وهسيبها تتسبك شوية، يعني 10 دقايق هسيبها تتسبك كده. وبعد كده نضيف لها البهارات بتاعتها والرز، ونظبط الأكلة بتاعتنا مع بعض إن شاء الله. اعملوا بس الوصفة دي زي ما أنا بعملها كده بإذن الله تعجبكم، واعملوها لأولادكم هيحبوها جدا. ادي البهارات معايا: ملح وفلفل وكمون وشوية من الشطة الحمراء وواحدة مرقة دجاج. هقلب بقى كل الخليط ده كده وكل المكونات دي على بعضيها واسيبها تتسبك 10 دقايق او ربع ساعة بالظبط. هتتسبك ونرجع مع بعض. كده خلاص يا حبايبي، كانت اتسبكت زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، وخدت لون محمر معايا بقى كده الرز غسلاه ومصفياه كويس. هنزل بيه على الصلصه بعد ما اتسبكت، وهبتدي اقلبه كده تقلبتين بس كده. وبعد كده نضيف له الميه او الشوربه حسب اللي موجود عندك. انا طبعا في اليوم ده ما كانش عندي شوربه فغليت ميه، يعني هنزل بميه سخنه. تمام. شايفين بقى لون الصلصه مخليه الرز بسم الله ما شاء الله محمر وجميل ازاي. هو الرز ده حلاوته ان هو بيبقى لون الصلصه بتاعته بيبقى محمر كده. كده خلاص هنزل بقى بعد ما شوحت الرز، هنزل بالميه المغليه او الشوربه زي ما قلت لك. زي اكنك بتسوي الرز العادي بالظبط. تمام. هبتدي اقلبه بقى كده، وانا طبعا عارفه من غير ما يعني من غير مقدار او اي حاجه، والله يا عيني بسم الله ما شاء الله انا عارفه. بتبقى الحاجه مظبوطه كده اهو زي ما انتم شايفين كده مظبوط تمام المقدار. هغطي عليها واسيبها تتشرب، وبعد ما تتشرب نرجع مع بعض. كده خلاص يا حبايبي كانت اتشربت معايا. بقى اخر حاجه خالص هننزل بالبيض بقى على الوش كده بعد ما الرز اتشرب نهائي، يعني انت سبتيه يغلي كده وهديتي عليه لحد ما اتشرب. هتنزلي بقى بالبيض كده على الوش عشان تضمني ان البيضه تنزل يعني تطلع معاكي قرص بيض على الوش كده. هتشوفوها معايا دلوقتي في نهايه الفيديو، هتعجبكم جدا. جربوا الطريقه دي بس معايا كده، وباذن الله تعجب اولادكم وباذن الله. طبعا انا عملتها اهوت يا وصفه عشان انت طلبتيه ان انا اعمله عشان تشوفيه، لاني وصفه مش عارفه يعني الرز اللي هو بالبيض ده يا جماعه، فانا عملته مخصوص عشان خاطرك يا وصفتي. اعمليه بقى لرحيم كده ويمنى وباذن الله يعجبه. هنا كده كان خلاص هديت على الرز بقى لحد ما خد سواه براحته خالص. وكده بقى معايا شايفين يا جماعه بوريكم البصوا البيض بقى كل بيضه عملت قرص لوحديها ازاي، ولون الرز محمر وجميل. هشيل بقى كده معايا، يلا بقى نفضيه مع بعض كده ونقدمه في الغدا. يلا بينا. هنا كده ده كان الشكل النهائي للرز بقى اللي هو بالبيض بالصلصه يا حبايبي، زي ما انتم شايفين معايا كده اهو لونه بسم الله ما شاء الله بيتكلم عن نفسه. وادي القرص البيضه على الوش كده، شايفين كل بيضه واخده كيانها بمعنى اصح. ده كده كان الشكل النهائي لاكلتنا ووصفتنا دي. كان الغدا بتاعنا خفيف وبسيط النهارده. وهنعمل مع بعض باذن الله دلوقتي برضو حاجه حلوه كده نفرح بيها الاولاد برضو. هنعمل رز بلبن برضو حاجه حلوه كده. طبعا دي عباد الشمس حاجه كده برضو ديكور حلو كده برضو بيفتح نفسنا والله على الشغل واحنا واقفين. ففرحوا نفسكم باللي موجود عندكم يعني، وبأقل الامكانيات بنفرح الحمد لله.
كده خلاص، ده كان الشكل النهائي. يا رب الوصفة دي تكون عجبتكم وتجربوها كده وتقولوا رأيكم في الكومنتات. اللي بيحب الرز بالبيت ده ينزل يقول لي احنا بنعمله وبنحبه. دي أكلة الغلابة يا جماعة. انا بحب برضو اصنف واعمل ده واعمل ده، عشان طبعا ايه، يعني كلنا نتعلم من بعض يعني. فبقول لكم بقى، دي كانت الوصفة بتاعتنا في الغدا. يلا بينا نشوف بقى الحلو بتاعنا. معايا بقى كده لبن على النار، وهنا معايا رز طبعا كنت نقعاه وغسلاه وصفيته كويس، هنزل بيه على اللبن وابتدي اقلبه كده. انا بحب اسوي الرز في اللبن على طول يا جماعه، مش بحب اسويه في ميه وبعدين اضيف لبن. لا، انا بحب يعني اسوي الرز في اللبن، ياخد من طعم اللبن كله، بيبقى جميل جدا والله. هنا بقى هسيبه بقى ياخد كده غلوتين، وكده خلاص بعد ما غلي كده وخد غلوتين مع نفسه كده. معايا بقى كده كوبايه ونص من السكر. ده السكر ده حسب الرغبه يا جماعه، اللي بيحب الحاجه مسكره يزود، اللي بيحب الحاجه قليله يقلل. تمام، انا حطيت كوبايه ونص. هو يعتبر ده المقدار المظبوط، لا مسكره قوي ولا دلع قوي، يعني مظبوطه. هقلب بقى كده الخليط كله كده، الرز مع اللبن كده مع السكر، وهسيبهم برضو ياخدوا سواهم. طبعا كل دوت انا سبته يغلي غلوتين الاول على نار عاليه، وبعد كده هديت النار، يعني النار هاديه كده ونسيبه يستوي. هنا خلاص بعد ما خلاص خد اتشرب بقى زي ما انتم شايفين معايا كده، ابتدى خلاص يتشرب اللبن. معايا بقى كوبايه من النشا. انا بقول لكم شوفوا خلاص اتشرب الرز، خلاص قرب يستوي، يعني خلاص داخل بقى خلاص على اخر حاجه، اخر مرحله. معايا كوبايه من الميه، عليها معلقتين او 3 نشا. تمام، هنقلبهم مع بعض بقى كده. وطبعا ما ضفت كوبايه النشا على على الرز، تماسك معايا وبسم الله ما شاء الله، يعني زي ما انتم شايفين معايا اهوت ابتدى يتجانس كده ببعضه، وابتدى الخليط بتاعي يتقل شويه، يعني لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. هوريكم دلوقتي برضو القوام بتاعه. معايا كده اخر حاجه بقى واحده فانيليا، دي طبعا للريحه كده وبتدي طعم برضو للرز. هقلبها بس خلاص كده تقليبتين، ويعتبر كده الرز برضو بتاعنا النهارده خلص. وصفة سريعة وخفيفة جدا وبسيطة. عملتها كده لولادي بالليل، فرحتهم بيها. حاجة مسكرة برضو كده وانتوا قاعدين في البيت بقى تاكلوها، حاجة حلوة، حاجة انت اللي عاملاها في البيت مضمونة. شايفين بقى القوام؟ انا بوريكم بقى كده، بصوا التقل بتاعه، يعني لا هو تقيل ولا هو خفيف. شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني القوام مظبوط وطالع بسم الله ما شاء الله ولا كلمة يعني. جربوا بس الرز بلبن بطريقة مملكة هيام كده، وبإذن الله يعجبكم. وتقولوا لي رأيكم برضو في الكومنتات. احنا بنتعلم من بعض يا حبايبي، وبقول لكم بقى مية مية. يلا بينا بقى نقدمه مع بعض، يلا بينا. وادي كده الشكل النهائي يا حبايبي للرز بلبن بتاعنا الجميل. يا رب يكون عند حسن ظنكم كده ويعجبكم بإذن الله. هو فعلا كان طعمه خرافة. انا بحكم على الطعم طبعا وانتوا بتحكموا على الشكل. فلو الشكل عجبكم انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة النهارده. يا رب يكون الوصفة بتاعه الرز اللي بالبيض عجبتكم وتجربوها لاولادكم، وبرده وصفة الرز بلبن كمان تعجبكم وتجربوها لاولادكم كده. ومش عايزة بقى اقول لكم تاني ما تنسونيش في دعوة حلوة، لان بجد بجد انا محتاجة دعوتكم اليومين دول قوي. لان بجد عينيا وجعاني جدا، وانا والله يعني كاشفة وباخد علاج على العينيا لحد باذن الله ما اخلص علاج، وهرجع لكم باذن الله. انا موقفة اللايفات اليومين دول، بس باذن الله هرجع لكم بقوة، وباذن الله انتظروني واشوفكم على خير، ومع السلامة.